على فكرة مش كل دوخة علاجها مية بسكر، المهم تعرف النوع. تعال أقول لك. تعالوا نتفق الأول إن كل نوع بيكون ليه أكتر من سبب. هتكلم معاكم في بعض الأسباب الشائعة، بس التشخيص بيكون عند الدكتور في العيادة. في دوخة اسمها فيرتيجو، دي الدنيا بتلف، بتحس إن كل حاجة حواليك بتتحرك. السبب بيكون غالبا مشكلة في الأذن الداخلية أو التهاب بسيط. طب نميزها إزاي؟ بتزيد جدا مع حركة الراس أو نكون نايمين ونقوم فجأة. طب نتصرف إزاي؟ بلاش تلف راسك كتير، ولو نايم بلاش تقوم بسرعة، ولو زادت روح للدكتور أنف وأذن. في دوخة تانية بقى أحس إن أنا مهبط، بنحس بغشوة، بسواد، تحس إن أنت بتفقد توازنك. السبب ممكن يكون ضغط واطي، سكر قليل، جفاف، وممكن يكون نقص أكل. طب أميز الدوخة دي إزاي؟ بتتحسن بسرعة لما بقعد أو أشرب مية. طب أتصرف إزاي لو جات لي؟ أقعد فورا، أشرب عصير وآكل حاجة خفيفة. طب لو بتتكرر أعمل إيه؟ أقيس ضغطي وأعمل تحليل دم. في دوخة بقى بتيجي مع خنقان وضيق نفس، الإحساس مش بيكون لف، بيكون عدم اتزان مع ضربات قلب سريعة. السبب ممكن يكون مشكلة في القلب أو كهربة القلب أو أنيميا شديدة. طب أتصرف إزاي؟ محتاجين نشوف دكتور قلب بسرعة، خصوصا لو الدوخة بتحصل مع مجهود. في دوخة بقى بتحصل مع التوتر والقلق، الإحساس تحس إن راسك خفيفة. السبب بقى بيكون بسيط، زيادة التنفس أثناء القلق. طب نميزها إزاي؟ سهلة، بتزيد مع التوتر ولما بنهدى بتهدى. طب نتصرف إزاي؟ ناخد نفس عميق، نروح نتمشى شوية ونفصل عن التوتر. طب إمتى بقى لازم نروح للدكتور فورا؟ لو الدوخة معاها صداع جديد أو شديد جدا، تنميل أو ضعف في جزء من الجسم، لخبطة في الكلام وعدم التركيز، أو بعد خبطة في الراس معاها قيء مستمر لمدة يومين من غير تحسن. الخلاصة الدوخة مش نوع واحد، محتاج تسمع لجسمك وتحدد الإحساس وتروح للدكتور يشخص الدوخة. اكتبوا لي إيه أكتر نوع دوخة بيحصل لكم وبتتعاملوا معاها إزاي. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا، عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي.